يعني يريد اسمح لي أن أقاطعك سيد حسن الشقير. نذهب إلى بيان يحيى سريع من اليمن. كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة زوغرافيا كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة. وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية، منها الرسائل التحذيرية النارية. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني المظلوم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 من رجب 1445 للهجرة، الموافق 16 من يناير 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية. إذا كان هذا البيان الصادر عن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن استهداف جماعته سفينة